بصوا بقى يا بنات، صباح الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد. النهارده روتين كده قوي شويه. بدأت كده اليوم معاكم بدري شويه، وبدأت كده ارتب الأوضة هنا. يعني رتبت الجزء ده والسرير وغيرت الملاية، شلت طبعا السجاد وكل الحاجات دي. عندي بس التسريحة كده، عندي هنا في شوية كركبة كده هنا، والبرفيوم بقى والحاجات دي هلمعها وانضفها كلها بالشكل ده. الشنط هنا خلاص هي اوريدي يعني متظبطه، بس محتاجه هنا اجيب لوك للدرفه دي، لان هي لازم افضي جزء كبير وبصراحه عشان تقفل، عشان المغناطيس ده. بس الشنط عندي كتير، فهبقى اجيب لها لوك كده. اشيل الحاجات دي مكانها. التويلت ده كريم كعب الغزال، وده ملمع الازاز وكده. خلاص كده ابقى خلصت. عندي بس الجزء ده محتاجة احط الحاجات دي كلها تحت السرير، علشان خلاص بقى ما عنديش المكان للصيفي وكده. هكنس بقى وامسح وافرش السجاد تاني واعطر الاوضه واقفلها، واقول لكم هعمل ايه كمان. بصوا بقى يا بنات، خلصت كده البيت كله، كنس بقى ومسح ونظافه. شايفين كل حاجه. وغيرت هنا الفرش وكده، بس ده طقم اللحاف. حطيت هنا البطانيتين بشكل مؤقت عشان اللحاف بتاع الطقم ده انا خلاص هبعته يتغسل في المغسلة علشان اتكب عليه عصير وكده. ونضفت هنا خالص والستاير وكل حاجة كده، خلصتها في الأوضة. عندي بس دي الكرتونة بتاعة البطانية مخليها هنا، لأن أنا البطانية دي كده كده هشيلها لأنها جديدة. وعندي بطانية وعندي لحاف وعندي حاجات كتير مطلعاها برا، فعايزة أشيلها تاني بس يوصلني اللحاف وكده. والحاجات دي هتحط تحت السرير لما يجي إن شاء الله جوزي وكده، هخليه يحطها تحت السرير. وهنا خلصت كل حاجة في التسريحة ولمعتها من جديد ونضفتها وكل حاجة. عندي هنا بس الحزام ده جوزي لما بيجي من الشغل بينزل بقى يقابل ناس ضباط وشغل كده برا، ف بيدور دايما على الحزام، فانا حطاه هنا. وده طقم المصلية والإسدال بتوعي، حطهم على كرسي التسريحة بالشكل ده. الحمد لله خلصت كده الأوضة كلها وعطرتها، وهبخر البيت كله بقى لما اوريهولكوا، وهاخد شاور وهبقى خلصت وهوريكوا الغدا وكل حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده يا بنات، ده القرش بتاعي للبنات اللي ما شافتهوش. انا عندي صالة مقسومة 2، نص للركنة والنص التاني للقرش الانتريه. ده كده شكل الانتريه. عندي في كنبة كبيرة وكنبتين صغيرين وكرسيين، وبقى لمعت الازاز وعملت كل حاجة ونضفت الدنيا. بس بصراحة شلت المفارش وشلت الشايلات بتاعة الحلويات والبونبونيرة بتاعة الشوكولاتة والحاجات دي كلها. قفلت الستارة دي وراها ستارة تانية قفلتها خالص عشان الإضاءة وكده. وعندي دي معلقاها فيها بسم الله ما شاء الله الله أكبر الحمد لله. وقفلت الستارة كده خالص عشان الإضاءة والنور وكده. ده شكل الأباجور عندي. أنا حبيت أجيب الأباجورتين والأبليكات كلها حاجات زي بعض، فهو ده كده شكلها. ودي المكنسة كهربائية كده، انا حطاها هنا لان انا دايما بستخدمها بصراحة للسجادة بتاعة الركنة والسجادة بتاعة القرش. ده كده شكل الانتريه عندي. ده شكل الترابيزة وكل حاجة كده زي ما انتوا شايفين. ده كده شكل القرش عندي والانتريه. هنا برضو نضفت الركنة خالص، شلت كل المفارش وشلت كل حاجة، بس فرشت المفرش ده قماش ومطرز. كانت ماما بتشتغله بايدها لان انا والدتي كانت بتشتغل وكده مدرسة، فكانت عاملاه بايدها بصراحة تحفة. وانا حطاه هنا علشان
الاكل وكده بناكل هنا. ده مصحف وشوية حاجات تبع الشغل، فدايما بحطها هنا قريبة. لمعت الارض كده زي ما انتوا شايفين، كان استنى مسحتها وطلعت الدفاية، اعمل لكم عنها ريفيو قريب بمناسبة الشتا، اللي هي نوعها ده الترا. فانا طلعتها وكده وشفت الكتالوج والضمان وكل حاجة. وهنا برضو لمعت الازاز بتاع الجزامة، ولمعت كل الانتيكات اللي على الجزامة. ده البرفيوم سبراي، الحاجات دي بتاعت جوزي بصراحة حطها هنا لاني مبقتش استحمل ريحة البرفيوم، وريحة البرفيوم من رجالي بقى تقيلة كمان ومتعبة، فحطها كده بيرش كده قبل ما يخرج على طول قريبة من الباب. وده الديسبنسر مية، طبعا شلت الفيشة عشان خلاص الجو ساقعة، بس بنستخدم المية كمية عادية يعني. ونضفت كل حاجة كده وجهزتها، ولمعت الجبسن بورد والانتيكات اللي عنده. بصوا كده الركنة بقت فاضية مريحة وهادية ولطيفة خالص. الحاجات اللي مركونة هناك عند الارش دي اللي هو السبراي بتاع مبيد الحشرات ومعطر الارضيات وملمع الازاز، طبعا الحاجات دي كلها عشان احطها في المطبخ. ولمعت الزرعة كده زي ما انتوا شايفين منورة. ونضفت برضو الصالون، هوريهولكوا دلوقتي. ده كده يا بنات شكل الصالون عندي. دي كده الستاير، هي هادية قوي في الفيديو الالوان وكده، لكن الالوان غامقة، ده بترولي غامق والذهبي ذهبي واضح وصريح، بس هي الالوان باينة انها هادية كده في التصوير. والبياض باين انه فاتح، البياض اغمق من كده بكتير، فالالوان مش متظبطة قوي مع الاضاءة، بس يعني كمجمل يعني ده شكل الصالون عندي. في كنبتين كده، وفي 2 كرسي و2 فوتيه. وده كده شكل الترابيزة بتاعته حلوة قوي وشيك قوي وجديدة كده وعجباني قوي. ده كده شكل الصالون عندي. ودي النجفة، الابليكات بقى بالبرواز بكل حاجة. حبيت كده اشغل لكم الاضاءة الصفرا عشان تشوفوا الالوان. بصوا الالوان غمقت شوية. فده كده شكل الصالون، برضو كنت نضفته وعملت كل حاجة. عملت بقى احلى سلطة سريعا كده للغدا، والملوخية خلاص خلصتها. وحطيت الطاسة عشان احمر الحمام، وانا هنا كنت خلاص خلصت الحمام ما شاء الله، كان حلو جدا وخطير وكان تحفة. حمروا كده اهو زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. انا عندي واحد فريك، انا بقى كنت خلاص بحط الحاجات على الصينيه. بصوا يا بنات، انا هحشيها واحده فريك وواحده رز عشان انا بحب الفريك وجوزي بيحب الرز، فكنت عشان كده يعني كنت بشاورلكوا على كل واحده. بس كده هغرف الملوخيه والمخلل وكده يبقى احنا. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين خلصت ايه؟ الغدا. تكونوا بالف خير. بعد الغدا بقى روتين جديد وتحضير الغدا والكلام ده، ابتديت احط البطاطا اللي كنا غسلناها وجهزناها مع بعض في الروتين اللي فات. فهبتدي كده اشغل الشوايه وابتدي ان انا احط البطاطا كده تتشوي وطبيعة تصنيعه بسرعه. وحلاوته والعيوب اللي فيه. لو في عندي شويه كركبه في المطبخ وحاجات عايزه تتوضب وكده، بس ما علينا. اول حاجه بقى هستخدمها طماطمايه. تمام. وجزرايه وبصلايه كده ما تبقاش كبيره قوي، وبطاطسايه برضو بالشكل ده. تيجي بقى ايه اظبط كل ده. بسم الله.
خليني بس اقشر كده بسرعه الحاجات دي. كده طيب يا بنات، هنجيب كده دي وهبتدي ان انا اقطع كده البطاطسايه، واقول لكم ليه، علشان انا هديها ضربه في الهاند بلندر هتبقى سهله على الهاند بلندر. وهقشر الجزره بالشكل ده. الجزر ما بتبقاش حرقان وبتخلي لونها حلو وخطيره بالشكل ده كده. برضو المفروض ان انا هبشرها، بس انا هقطعها كده وهعملها برضو في الهاند بلندر. عندي بصلايه هقطعها، وبعد ما اقطعها هغسلها. بس البصله يا بنات يا ريت ما تبقاش كبيره، لو مش عايزه تحطي لا ما تحطيش، بس لو هتحطي تبقى البصله مش كبيره. يعني بصوا دي قد ايه، دي قد كده بالظبط، صغيره كده. لسه هقطعها كمان كده يعني مش هتبان قوي. هغسلها بقى وهغسل الطماطم واقطعها. الطماطمايه هي اللي مش هعمل لها اي حاجه، لان هي اصلا مش هتاخد وقت هتتهري يعني مع العدس. البصله هي برضو هقطعها وهبقى اعملها اعمل كده بالشكل ده. وهجيب بقى الهاند بلندر بالشكل ده كده. تمام. احط بس الفيشه كده. بسم الله. اجهز برضو العدس بتاعنا اهو، وابتدي اركب كده. وهحط بقى بطاطس مع الجزر مع البصل كده. ابتدي بقى يا بنات اشغل كده، حتى بس مجرد ان انا افرمهم بس فرمه تسهل السلق بتاعهم مع العدس بالشكل ده كده. وهي الطماطمايه هبقى احطها لما اخلص. تعالوا بقى اوريكم هعمل ايه. طيب يا بنات، انا هبتدي كده اشغل العين بالشكل ده. بسم الله.
بالشكل ده، نغطيه شويه بصوا بقى يا بنات، انا رتبت كده الدنيا، حاولت المها. عندي بس هنا المواعين دي مغسوله، المواعين دي هتتغسل، وهنا فضيت الرخامه. بس مفيش غير السمنه البلدي هحطها على العدس وقت الغرف، الموز ده هحطه مكانه، والفاكهه دي يعني. وكده انا فضيت كل حاجه. تعالوا بقى، عندي التلاجة هنا فضيتها، فضيت اي حاجه ملهاش لازمه فيها او مش محتاجاها، او حاجه خلاص باظت، حاجه مش هستخدمها، برضو استغنيت عنها.